كل تلك الممكنات؟ قال لك آه. قُلت لهم حلو، آه، باقول حلو، حلو. جينا في غرفة بتاعة الدكتور رياض، قُلنا له: "يا مولانا، علشان ربنا يفعل شيء ما، ماذا يحتاج؟" فقال: "بيحتاج إلى قدرة وإلى إرادة." حلو. الإرادة دي حادثة، صح؟ صح. ممكنة، صح؟ آه. الممكنات دي المفروض الإرادة دي راجعة للواجب، لأ، الإرادة دي راجعة لإرادة قبلها. طب والإرادة اللي قبلها؟ راجعة لإرادة قبلها. طب واللي قبلها؟ راجعة لإرادة قبلها. يعني الواجب هنا باعمل إيه بقى؟ حطيت الواجب ليه يعني؟ ما إحنا جينا حطينا الواجب لقينا عندنا ممكنات برضه متسلسلة ما رجعتهاش ليه؟ حتى وإحنا حاطين الواجب إرادته مش منه، إرادته من إرادة قبلها، ومن إرادة قبلها، ومن إرادة قبلها. فاهم مولانا؟ فكرة بقى أصل إحنا عندنا تسلسل حوادث ومش تسلسل علل وتسلسل بطيخ، من الآخر سلفين زيهم زي الملحدين، نقطة من أول السطر. حاطين ربنا بس لأ كده. هم بيحكوا الإرادة بيقولوا الإرادة للواجب راجعة. لا ده من إمتى ده إن شاء الله؟ اليوم مهندس علاء كان يحكي لي. يا جدعان المهندس علاء ده مش عارف مذهبهم ولا المهندس علاء ده بيعمل إيه؟ لا والله لأنه كان اللي هو شو الفرق بين طرحه وطرح، هو قال الفرق يا ابني لو الوحيد هو بين بيقول طرح كده كهربا. يبقى معتزل يا ابن الحلال. دقيقة هو كان هيك. هلا أنت عارف طرح كهربا صح؟ إنه ممكنات ولا إلى أول. المهندس علاء بيقول له ما بينفعش، لازم تحط واجب عشان إذا هاي الممكنات واحد فيها انعدم راح تخرب السلسلة كلها. فقال له طيب يعني هذا الواجب اللي هو راح يختار أول خيار أو أول إرادة، قال له إنه الإرادات كلها بترجع لأول واحد اللي هو الواجب، ما ينفعش يكون ممكن. فهم بيقولوا زي ما أنت بتحكي. والله العظيم بيقولوا 3 تعود بيقولوا إلى زي ما أنا لا ده باحكي. مذهبهم يا ري، يبقى هو مش عارف او انت سمعت غلط، لكن لا فعلا اللي بيقولوا رضا إما إن يا هو عم مش علاء عارف. بلح، علاء آه. بلح في العقيدة. هو علاء عمره قال حاجة في العقيدة؟ ده علاء بيقول لك كان بيقول لك ايه. والله لسه كان مين كان نصر الدين اللي بفتكر اسمه، كان بيقول لك التحسين والتقبيح لا عقلي ولا شرعي. قلنا له ايه؟ قال لك عادي. بيقول الراجل. عادي والله يعني كده، العظيم ما هزار. عادي بيني وبين اه صحابي عملناه. والله ما هزار، والله ما هزار. والمهندس علاء قاعد بيدافع عن القول ده، ايوه كانه هو معتمد قول التيميه. هو مش عارف يفتكر ده القول فعلا، ويقعد يدافع عنه ساعه ونص. فعلاء ما يعرفش يعني، مش استنقاصا منه، بس علاء فعلا ملوش في العقيده، ولا ليه في الالهيات، ولا ليه في الحاجات دي خالص. انت ما سمعتش نقاشه مع رضا عن الصوره والكيفيه والشكل؟ يا آه، لهوي، الصورة بقى فضلوا معناها يلفوا الحقيقة. حوالين بعض بتاع ساعه. الصورة بقى معناها اه الحقيقة. لا سمعته ده. انت عاوز تشوف مهندس علاء وتألقاته، شوف نقاشاته مع خالد. يعني كل نقاش ليه مع خالد يطلع بقول والله العظيم لم يسبقه إليه أحد. يا راجل ده هو بشكل كره ثاني. خالد لدرجه لما طلع ساعه باحث بيقول له انزل يا خالد لو سمحت. ما بيحبش خالد، يقول له أنت فزلوك يا أخي. طب ما جاوبتونيش السلاسل هاي اللي بيفرضوها، اللي بيقول لك هذه نوع، يعني شو بيفرضوها مفيش هاي بقى؟ يعني مفيش في الخارج عدد لا نهائي، أو هي السلسلة هي مش شيء موجود هيك في الخارج كسلسلة. لا هي طب حوادث، ليش بيفرضوها؟ حادث ليش تنعدم، بيفرضوها؟ بيجي بعده حادث، بيجي بعده حادث، بيجي بعده حادث، بيجي بعده حادث، عشان في تسلسل عندهم. الفكرة يا ري زي ما احنا بنقول مثلا الموجود هو رياض وري وتحوت، أما الإنسان هذا في ذهننا مش موجود، اللي هو النوع بنسميه الأنواع بالضبط كده، بالضبط يعني كده. نفس الفكرة. بقول لك وين الإنسان؟ ما في إنسان. بتقول ري إنسان. بقول لك احنا بنعترف رياض موجود وتحوت موجود وري موجودين، بس الإشي اللي اسمه الإنسان وما طبيعته وما ماهيته وما صورته، بقول لك ما في إنسان. عايش بقول لك إيش بيطلع إيش بذهني. هاي فكرة الأنواع يعني. ماشي، بس بقول لك هذا الإشي اللي اسمه النوع، هذا ما هذا بيمنع التسلسل فيه صح؟
يعني هم بيقولوا إرادات الله زي هيك إلها أفراد حادثة، والنوع اللي هو القديم هذا بالذهن. طبعًا سوالف فاضية، يعني سوالف ما لهاش معنى يعني. طب هذا النوع اللي هو صفة الله القديمة هاي وينها؟ مش موجودة في الخارج، وين؟ بذهن رياض. أهلًا، مش حنخلص. انا هذا اللي مستغرب منه، انه في الذهن سوالف فاضية، مش لأنها فاهم ليش جايبين. هاي الفكرة سرقوها من عند الفلاسفة وقاعدين بيرجعوا فيها، بيضلوا يرجعوا فيها من هون وهون، مش حتخلص يعني. بس انا مش فاهم شو في داعي انهم يعني يعدلوا على الفكره او يخلوها بهالشكل. ابن عشان ما تيمية يقولوش ابن انه تيمية في قال شيء فيها، لا طب بده يكبوها يعني شو بده يساووا؟ عشان ما مضطرين. يقولوش انه في شيء لا متناهي موجود برا في الخارج متحقق، هيك شيء لا متناهي يعني. انا في بحس عدد بحس السلفيين في معظم الاحيان انه بيطلعوا بطرح وبيدافعوا عنه بشراسه، مش لانه طرح هم شايفينه منطقي، بس عشان يخالفوا الطرف المقابل بس. احسنت، هم بيشوفوا ايش الاشاعرة بيحكوا وهم بيحكوا عكس الاشاعرة وخلاص. هاي لا عندهم مذهب ولا عندهم سالفة. انه انا بدي احكي عكسك وبس، او بدي اعدل على طرحك واقول طرحك غلط. أنا لا أرى، أنا أرى إنهم هم شوف عندهم كتب ابن تيمية زي القرآن عندنا إحنا المسلمين، هذا الكلام صحيح. أول لف دور بدك يطلع صحيح. الفرق طبعًا إحنا بنقول إنه هذا كلام القرآن من عند الله يعني، هم بالنسبة لهم بيعرفوا إنه ابن تيمية بشر، ومع ذلك بيتعاملوا بنفس الطريقة. خلاص قال فكرة لازم تكون صحيحة، ولازم نعلّلها، ولازم